يا ترى ازاي طريقه تفكيري ممكن تكون سبب للمشكله مش الحل؟ هنلاقي ان احنا عندنا في حاجه اسمها الاطار الايجابي للتفكير والاطار السلبي. الاطار السلبي اللي كلنا عارفينه لما حد يبعت يقول لي والله بصي حضرتك انا عندي المشكله الفلانيه وظاهره عندي من كذا وبسبب كذا وهي بتمنعني من كذا وكذا ومحسساني والناس هم السبب وظلموني الناس ظلموني. طيب الاطار الايجابي، الاطار الايجابي ان انت بتفكر انت عايز ايه؟ يعني حتى بلاقي واحده بعتلي اقول لها طب حضرتك بدون يعني ما تزعلي مني، حضرتك عايزه ايه بالظبط؟ ايه الهدف اللي انت عايزه تحققيه؟ وهتحققيه ازاي وامتى؟ ايه بقى ساعتها نسال ايه التحديات اللي تقابلنا وهنتغلب عليها ازاي؟ وازاي احساسنا يكون حلو قوي لما نحققها. خلي بالك ان في فرق كبير قوي بين الاطار الايجابي والاطار السلبي. الاطار السلبي بيحسسك انك مغلوب على امرك مش هتعرف تعمل حاجه وبتضيع فرص. الاطار الايجابي بيديك فرصه ان انت تدور وتعافر وتحس ان انت جزء من الحل. عقلنا اللاواعي عنده حلول لا نهائيه، بس اعتبره زي السوبر ماركت، هتبعت له الاوردر بالاسئله هيرد عليك بنفس الحاجه اللي انت بعتها. لو قلت له الدنيا معقده ليه هيقول لك دي معقده جدا مش معقده بس. هتقول له ايه الحلول اللي عندنا هيقول لك انا عندي حلول جدا.